إدارة قطاع الفنادق. اسمحوا لنا على التأخير اليوم، مواصلات طبعا. فكرة جميلة جدا وتضافر جهود الإخوان الفنيين والمستشارين، شيء مميز، وإن شاء الله نشوف لاعبين مثال محمد صلاح أفضل إن شاء الله. الاهتمام بالنشء هو الأساس، وأتمنى أن المواصلة تكون من الشركة حتى في إبرام العقود مع الأندية ومتابعة اللاعبين في الأندية كذلك. فأرجو الاهتمام بهذا الكلام. أول حاجة أنا يعني طبعا بشكرك على إن أنت بتبدي ملاحظة مهمة. هو لولا إن إحنا بندور على اللاعبين اللي فعلا في الأندية اللي إحنا عايزين يشغلوا، ما كناش جبنا أكبر رؤساء قطاعات لأن عندهم لعيبة كتير. إحنا بنشتغل على الأجهزة دي عشان دول يروحوا أندية أكبر اللي يخرجوا بره الدرجات كلها من اللي تحت لحد أقل لاعب محترف كمان. هذا واضح. عمل جهد فيه واضح مميز، وإن شاء الله يكون في استمرارية، وأتمنى لكم النجاح والتوفيق إن شاء الله. عدوا لنا. فلنبدأ بكابتن ياسر رجب رئيس قطاع. بسم الله الرحمن الرحيم. طبعا بتشرف بيكم جميعا، ويعني اتمنى ان المشروع ده يبني ثمار طيبه. اي حاجه بتخص قطاع الناشئين او المراعي بنكون داعمين ليها بشكل كبير جدا. بنحاول قد ما نقدر ان احنا نرتقي بناشئيننا ولاعبتنا، باذن الله تعالى يكون في تطور في قطاعات الناشئين. مشروع زي ده ان شاء الله يجني ثماره ويكون ثمار طيبه. ان شاء الله يكون في اكثر من لعيب لينا يكون داعم للكره المصريه في سواء في الدول العربيه والاوروبيه ان شاء الله باذن الله. اتمنى التوفيق للجميع والمشروع، وان شاء الله باذن الله مزيد من التقدم، واتمنى لاولادنا التفوق باذن الله تعالى. شكرا. وفي نفس الوقت بنساعد على تطوير المنظومه. يعني احنا عندنا لعيبه كتيره جدا مش متشافه في الانديه، لعيبه كتيره جدا تستحق تبقى موجوده من خلال طبعا البطولات اللي بتنظمها كيس سبورت. بنبتدي ان احنا نتواصل مع رؤساء القطاعات ونبتدي ان احنا نوصل لهم اللعيبه دي، ونحاول بشتى الطرق ان احنا نوصل المدرب اللعيب بافضل الطرق اللي نقدر نعملها. شكرا لكم جميعا. والآن مع كلمة كابتن عماد جابر رئيس قطاع الناشئين بنادي إنبي. السلام عليكم، سعيد بوجودي معكم وسعيد بالمشروع وحاجة جميلة، وأتمنى إن هو يبني ثماره وتحقيق الأهداف اللي اتعمل من خلال المشروع. برحب بالوفد القطري وبشكر إدارة الوفد شغل كبير وكابتن ياسر يعني. أتمنى دايما إن احنا ندور على الصالح دايما، الصالح لبلادنا دايما في ان احنا ندور لهم على احسن. في طرق كتيره غير سويه موجوده حاليا دلوقتي في المجتمع المصري، وهي سلك العالم، وانا بسميها تجاره اعضاء. يعني بالظبط اتمنى ان الناس كلها تمشي على الطريق الصح، الاسلوب كويس والخروج لعبتنا عشان نقيم لعبتنا كمان يكون ليهم قيمه كويسه. شكرا وموفقين دايما على هذه الكلمة الطيبة. والآن مع كلمة كابتن أحمد سمير البيرو رئيس قطاع البراعم وأيضا نائب رئيس قطاع الناشئين بنادي إنبي. اهلا وسهلا، سعيد ان انا موجود معاكم النهارده، وان شاء الله باذن الله نحقق الهدف المنشود من التجمع الرائع دوت، ونكون داعمين بكل ما نمتلك من قوه كانديه، نادي بروجكت، نادي الداخليه، نادي انبي. ان شاء الله نكون متواجدين معاكم، اي حاجه هتحتاجوها نبقى موجودين معاكم بحيث ان احنا ننجح المشروع ده باذن الله. وكله عشان خاطر طبعا يبقى عندنا لعيبه على اعلى مستوى. مصر مليانه مواهب، والله عندنا لعيبه كبيره جدا، عندنا لعيبه على اعلى مستوى. احنا عندنا محمد صلاح من احسن لعيبه العالم دلوقتي، ممكن يبقى عندنا اكتر من محمد صلاح، بس لو يعني بقى في صفه المشروع العدل اساس الملك، واختياراتنا يبقى فيها عدل، واختياراتنا للمنتخبات واختياراتنا للعيبه فيها العدل، مصر هتروح في حته ثانيه خالص بشكل كويس جدا. احنا اللعيبه كويسه جدا. يمكن النهارده منتخب مصر 2005 منتخب ما حققناش الهدف المنشود. عندنا لعيبه كويسه، عندنا لعيبه كان ممكن يتم الاختيار عليها اعلى من اللعيبه اللي موجوده. فلو في اختياراتنا كلها خدنا حته العدل
هنروح في اتجاه تاني خالص ان شاء الله ونحقق الهدف المنشود باذن الله. تمنياتي للمشروع بكل توفيق، وان شاء الله نكون موجود معاكم في ظهركم ان شاء الله باذن الله. خفيف قلب معاهم فليتشرف. ولكن احنا كشباب مدينه العالمين بنرحب بكل القنوات المحترمه الموجوده، وبنرحب وبندعم للمستشار عيد البحيري، بدعم البراعم والناشئين، ونتمنى ان شاء الله الفتره اللي جايه تشرفونا في العالمين وفي انتظاركم. رئيس قطاع الناشئين بنادي بتروجيت، بنشكر كابتن ياسر رجب رئيس قطاع بيبو، رئيس قطاع البراعم بنادي MB، وايضا نائب رئيس قطاع الناشئين بنادي تنهان عبد الباقي رئيس قطاع الداخليه ورئيس اللجنه الفنيه لمجموعه سبورتس. بنشكرك. نكمل اليوم بشكل يكون اجمل ونشوف كوره بقى جميله من الناس الموجودين معانا. شكرا لكم كلكم ووجودكم كان على راسي. شكرا لذوقكم.